سيد عبد الفتاح فاتحي، مساء الخير، مرحبا بك معنا مباشرة على قناة العيون. يعني هذا الزج من قبل المسؤولين في الجزائر وتحديدا أويحيى بالمغرب في أحداث غرداية، كيف يمكن أن تعلق عليه؟ بكل تأكيد فإن الجزائر تحس بأنها أصبحت شبه دولة فاشلة نظير الدول المحيطة بها، فهي تسجل تراكمات من الفشل الاستراتيجي بخصوص القضايا السياسية، بحيث هناك أزمة سياسية داخلية كبيرة وغياب أي أفق نظري للمستقبل، فضلا على إشكاليات اجتماعية واقتصادية هي التي شكلت جوهر أحداث غرداية. وطبيعي أن الدولة التي تعاني من هكذا تراكمات في الاختلالات والفشل على كافة المستويات هي في حاجة إلى عدو استراتيجي تصدر إليه مثل هذه القضايا بالادعاء بأن هناك أيادي خارجية. ولكن الذي يجب أن نؤكده هو أن الأمن الجزائري من الأمن المغربي، أي إذا ما كان أحد يخاف على الأمن الجزائري هو المغرب، لذلك لا يمكن للمغرب أن يتدخل في هكذا ادعاءات بأنه يريد أن يزعزع الوحدة الوطنية الجزائرية أو أن يربط بين قضية غرداية والنزاع في الصحراء، لأنه قضية غرداية ذات أسباب اقتصادية وذات أسباب اجتماعية في غياب أي رؤية للتأسيس لدولة مدنية. لذلك تبقى طيب العصبية ويبقى حول هذه النقطة. المسؤول الجزائري وتحديدا وزير الدولة أويحيى يقول بأن الجزائر اليوم تدفع ضريبة دعمها للبوليزاريو وللصحراويين من أجل تقرير المصير. يبدو كما لو أنها محاولة لتصدير الأزمة الجزائرية وحقيقة ما وقع في غرداية نحو المغرب. كيف يمكن أن يكون رد المغربي على هكذا اتهام برأيك؟ الحقيقة هو هذا تصوير مبسط للغاية، وإلى درجة يمكن القول بأنه تصوير غبي جدا حينما نربط أحداث غرداية بقضايا تتعلق بالصحراء، وأن الموقف الجزائري من نزاع الصحراء يستلزم على المغرب أن يقوم بممارسات عنصرية أو كذا داخل غرداية. ولكن واقع الحال هو أن القمع الجزائري وغياب رؤية استراتيجية لتدبير دولة مدنية هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث. لذلك فالنقاش ليس نقاشا سياسيا إقليميا على قضية الصحراء وربطها بقضية غرداية، لذلك فالربط هو ربط بسيط وغبي ولا يمكن أن يقنع أحدا، وإنما هي ادعاءات جزائرية معتادة، وهو تراكم لسلسلة من الحملات الإعلامية في هذا الاتجاه في محاولة لنفض اليد الجزائرية المسؤولة الأولى عما يقع داخل غرداية. في هذا السياق أبقى معك. الحديث عن أن المغرب هو سبب مشاكل الجزائر، لكن بالعودة لأحداث غرداية كانت استثنائية ومؤثرة في مرحلة حساسة بالنسبة للجزائر ونظام الحكم. أنت كخبير استراتيجي ولك دراية بالوضع في المنطقة بشمال أفريقيا وأيضا دول جنوب الصحراء، وهناك وضع غير مستقر في دول جنوب الصحراء من خلال التهديدات الإرهابية التي تصل أيضا إلى ليبيا. كيف يمكن أن تؤثر أحداث غرداية الدامية على نظام الحكم في الجزائر الذي يهيئ ربما لمرحلة ما بعد بوتفليقة؟ بكل تأكيد بأن الأحداث غرداية تشكل نقطة حاسمة في استمرار النظام العسكري الجزائري. فهذا الفشل في تدبير مثل هذه القضايا له تداعيات سياسية أخرى بخصوص قضايا في الجنوب الجزائري التي يمكن أن تعيش أزمة اقتصادية ستكون من المفروض عليها أن تطالب بالاستقلال، أي تصبح القضايا الاجتماعية مطالب سياسية في ظل ممارسات استبدادية يمارسها النظام الجزائري. لذلك فالنظام الجزائري يحس بخطورة هذه الأوضاع التي تهدد بنيانه،
ولذلك هو يحاول قدر الإمكان تقوية يعني ممارساته السلطوية، وهذا كما شاهدناه حينما استدعى الرئيس بوتفليقة العسكر من أجل ضبط الأمن، لأنه المسألة أصبحت مسألة بنيوية وهيكلية سيكون لها تداعيات أخرى بخصوص المناطق يعني المجاورة أو التي تعيش نفس الغبن، مثلا كمنطقة عين صالح أو مجموعة من الولايات في المدن الجنوبية الجزائرية المهمشة. وهذا ما يعطي انطباعا بأن الجزائر أصبحت دولة فاشلة، وأن إمكانية تفتيتها هي موجودة لا قدر الله، لا سيما أن الجزائر محاطة اليوم بمثلث لا أمني بسبب الجماعات الإرهابية، وكذلك مجموعة من الخلايا النائمة داخل الجزائر التي تنتظر تفجر الوضع، مما شكرا لك يطرح أستاذ عبد الفتاح الفاتحي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط. شكرا جزيلا لك. شكرا.